رسالة من أهلاوي للكابتن أكرم توفيق اللي فضل عرض الشمال القطري عن عرض النادي الأهلي اللي قدمه، وشايف إن عرض الشمال القطري أكتر بكتير من النادي الأهلي. والحجة بتاعت أكرم بقى إنه بيقول لك إن يا جماعة ده آخر عقد ليا ولازم أستفيد بأكبر عائد مادي منه، ما أنا بعد كده مش هلاقي آكل. الخلاصة يعني، فالراجل بيتكلم كده بوضوح. أقدر أقول لك كلمتين في حق أكرم، إنه أول حاجة نكر جميل، تاني حاجة طماع. لأن اللي الأهلي يقف جنبيه في اتنين صليبي ويعالج على حسابه في ألمانيا ويعمل معاه كل حاجه حلوه ويجي في الاخر يتفاوض معاه بالشكل ده، فيبقى ناكر جميل. واللي يقول لك ان الاهلي ده بيتي والموضوع الكبير ده سعادتك، وفي اول ما يجي له عرض كويس يروح سايب النادي الاهلي وما يرضاش يجدد ولا يفكر في استفاده النادي بتاعه من وراه، فبرضه ده كده طماع. ففي الحالتين اكرم كده كده هيخرج من النادي الاهلي للشمال القطري للدحيل، المكان اللي هيروحه عادي جدا، بس مش هيرجع للنادي الاهلي تاني. لان الخلاصه كده عايز اقول لك يا حبيب اخوك، اللي بيخرج من النادي الاهلي ويفكر في الفلوس، والمفروض كان اكرم سال اللي قبله كانوا نصحوه، ما بيعرفش يرجع تاني للفريق. لكن كلمتين بقى الاداره بتاعتنا من الاخر كده. والخلاصه موضوع اكرم توفيق ازاي ياخر لحد دلوقتي كده ويقعد لموضوع التجديد ومماطله والكلام من ده كله ده. احنا من امتى اصلا الاداره عندنا بتقف على لاعب؟ يعني مثلا كده النادي عندنا بيقف من امتى على لاعب؟ اللي عايز يجدد بنقول له اهلا، واللي مش عايز يجدد بنقول له مع السلامه. ما بنجريش ورا حد احنا زي البعض.